ازيكم النهارده يا اصحابي. الفيلم بتاع النهارده بيحكي عن قصة واحد كان شغال طول النهار. هو عامل بناء، وهو كان متجوز واحدة جميلة جدا، طول الوقت بتيجي تاخد بالها منه في الشغل. وكان الراجل اللي شغال عند رجل الأعمال بيكلمه ويقول له بقول لك ايه، الراجل ده متجوز واحدة أمورة جدا. راح رجل الأعمال قال له بص، انت دلوقتي ما ينفعش تفضل معاها، انا هديلك فلوس كتير بس لازم تسيبها. طبعا الراجل ما وافقش، وراحوا البلطجية بتوعه ضربوه ورموا له الفلوس جنبه. وتاني يوم الراجل كان عايز يقرب من مراته، بس هم قالوا له دي ما بقتش تبعك دلوقتي، دي بقت مع الراجل الغني. هي صحيت من النوم لقيتهم عمالين يضربوا فيه، وقالت لهم اوعوا تقربوا منه. الراجل الغني ما كانش فارق معاه، بس ما كانش عايزها تخرج له. قالت له ارجوك انا هكمل معاك، بس انت ارجوك اوعى تقرب له. هو قال لها ده وافق ياخد فلوس كتير ويسيبك. قالت له انا ما صدقش الكلام ده. قال لها صدقيني هو ده اللي حصل. هي كانت حاولت تهرب بس هو ما سابهاش تهرب. هي قاعدة عمالة هتتجنن عايزة تخرج من بيت الراجل الغني، تقول انا ايه اللي جابني هنا، انا المفروض ان انا ابعد عنه. والشغالة بتاعته قالت انا لازم اخليها تعقل، بس هي ما كانتش عايزة تعقل، هي كانت عايزة تهرب منه بأي شكل من الأشكال. وبعدين فكرت، قالت لو انتوا ما بعدتوش عني انا ههرب منكم. قال لها ولا تزعلي نفسك، انا هخليكي تقربي منه وهخليه يقولك ده بنفسه. الراجل قال له بقول لك ايه، انت عايز تشوف خطيبتك؟ قال له اه. قال له بسيطة جدا، تعالى المكان الفلاني وانا هخليها تقابلك. وبعدين راح المكان ما لقاهاش طبعا ولا حاجة، ولقى واحدة تانية عمالة تبوسه وعمالة تعمل ان هي بتحبه. قال لها شفتي بقى، شفتي ان هو باعك ورضي يبعد عنك؟ هي قالت لها انا ما ينفعش اكمل معاه الخاين. وبعدين راحوا طلعوا يجروا، وهم بيجروا لقوا عربية خبطتها. وبعدين ولا ده بقت ملك ولا بقت تبع ده، وهما الاتنين كانوا زعلانين جدا من اللي عملوه فيها. دي نهاية حزينة جدا، احنا ما ينفعش نستحملها تاني.